السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل اخوات في الكون كله؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في الفيديو هنعمل مع بعض الطعمية السوري. بجد حاجة كده تحفة وخفيفة على المعدة والقولون، ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. تعالوا نشوف مقاديرنا هتكون عبارة عن ايه، وتعملي احلى كمان احلى سندوتشات. بس قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عندي ربع كيلو من الحمص المنقوع من بالليل للصبح، يعني مش اقل من 12 ساعة. تمام. وعندي عليه بصلاية كبيرة زي ما انتم شايفين اهي في ايدي، كبيرة او ممكن بصلتين متوسطين. وعندي ربطة من الكزبرة والشبت. تمام. عاوزة تزودي بقدونس بس اهم حاجة ما تكتريش عن ربطة. تمام. هنحطهم في الكبة كده، الكزبرة بتاعتي او الخضرة بتاعتي مع البصل، وهندهم طحن خفيفة كده حلوة علشان ايه ما يبقوش مكلكعين معايا. وانا لما احط ايه الحمص هضيف دلوقتي الحمص، وهديهم كمان 3 4 فصوص كده من الثوم. انا طبعا فرمه الثوم وحطاه في الفريزر، فطلعت في مقدار 3 أو 4 فصوص، ما تكتريش اكتر من كده. تمام. وهنطحنهم كلهم كويس جدا مع بعض. طبعا انا علشان ايه الكبه بتقف معايا مش هزود ميه، فانا من الحين للاخر بفتح كده وبنزل الحواف كلها بتاعه الحمص علشان تطحن كويس معايا. وكمان ممكن اميل الخلاط كده، تمام، يمين شمال او ورا لقدام كده، علشان ايه ينزل على الحيطان من غير ما افتح. تمام. على الحواف بتاعه الكبه نفسها. تمام. وهنطحنهم كويس جدا، مش هياخدوا معاكي من 8 ل 10 دقايق، هيبقى معاكي احلى خليط او احلى عجينه حمص وطعميه حمص تحفه تحفه تحفه. بجد عاوزه اقول لكم اني انا ممكن اتغدى بيها، يعني في وقت من الاوقات كده بنبقى زهقانين عاوزين نغير، نعمل طعميه الحمص او الطعميه السوري، بنتغدى بيها يا جماعه زي ما انتم شايفين بالسندوتشات، تحفه جدا. تمام. هاخد الكميه اللي انا عاوزه اعملها دلوقتي، هضيف عليها البهارات بتاعتي، مش هضيف على الكميه كلها. هاخد معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه صغيره من الملح، وممكن ربع معلقه صغيره جدا، ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا. تمام. علشان تخليه معاكي نافش، بس لو البيكنج صودا زادت يعني هي هتفرفط معاكي كده في الزيت وهتفك خالص وهتبقى كده عجينة في الزيت. تمام. فأنا صراحة ما حطيتش بيكنج صودا. تمام. في العجينة بتاعتي دي هاخد كده هبل ايدي مية زي ما انتم شايفين. تمام. وهشكلها زي ما انتم شايفين كده، ما عنديش انا اللي بيشكلوا بيها اخواتنا السوريين او القالب بتاع الطعمية السوري. عادي اشكله بايدي زي ما انتم شايفين كده. الزيت لا هو سخن قوي ولا هو بارد. تمام. يعني اول ما احط كده الطعميايه الاقيها شكشكت حواليها كده في فقاعات حوالين الطعميه، هتلاقيها على طول ظبطت معاكي. ما تقلبيهاش بسرعه لغايه ما تاخد لون احمر من تحت، نبدا نقلبها على الناحيه التانيه. شايفين السهوله والبساطه؟ يعني هنقدر نعمل طعميه سوري في البيت وهناكلها، يعني بجد هي تحفه وخفيفه وطعمها لذيذ. وطبعا تحيه كبيره لاخواتي السوريين من مكاني. ربنا يعني يا رب يفك عنهم ويفرج عنهم همومهم وكربهم يا رب، هم واخواتنا في غزة وفلسطين والسودان ولبنان. يعني يا ربنا ان شاء الله يقف معاهم وينصرهم ان شاء الله، ووحد امتنا العربية كلها يا رب، وينصرنا على اعدائنا ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين الطعمية طالعة معايا تحفة جدا جدا ومتماسكة، وفي نفس الوقت هشة ومقرمشة من بره. حاجة كده تحفة سهلة. شايفين الجمال؟ بجد حاجة كده تحفة. ريحتها مش عاوزة اقول لكم، يعني تختلف عن الطعمية المصري شوية، لكن بجد هي تحفة جدا جدا. يعني جربوها كده بنفس الطريقة دي، سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي افتكاسة ولا اي حاجة غريبة ولا لا خالص. اكلاتهم حلوة وجميلة وبسيطة، نقدر كلنا نعملها. تمام. ما تنسوش بقى اللايك. تمام. علشان احلى طعمية سوري. وكمان لو اول مرة تشوفوا قناتي اهلا وسهلا بيكم، نوروني وشرفوني باشتراككم تحت اهو. اضغطي على الزر اهو، شايفاه؟ اضغطي على الزر هتلاقي نفسك اشتركتي. وكمان فعلي الجرس، زر الجرس، علشان اول ما انزل اي وصفة ان شاء الله جديدة توصلك مني اشعار اني نزلت وصفة جديدة. شايفين الطعمية؟ بجد حاجة كده تحفة، وريحتها ولونها جميل جدا.
الكميه اللي انا هشيلها في الفريزر ما حطيتش فيها اي بهارات ولا ملح ولا اي حاجه خالص. تمام، هشيلها كده ساده، ولما اجي اطلعها واشتغل فيها هحط كل البهارات اللي احنا حطيناها على الكميه اللي عملناها قدامكم دلوقتي. طبعا هنعمل شويه سلطه حلوين، شايفين الجمال؟ بجد حاجه كده تحفه وسهلة جدا وبسيطة ومكوناتها موجودة في البيت. ربع كيلو حمص يعني عمل لي الطبق الكبير ده، وكمان في يعمل لي ممكن طبق أكبر من ده كمان شوية. عندي طبعا السلطة بتاعتنا تكون عبارة عن طماطم متقطعة والخيار والبصل، حبة بسيط كده من البصل وفلفل. عندك كل حاجة ضيفي، يعني كل حاجة عندك من الخضار ضيفيها يعني. تمام، هنعمل بقى برضو الطحينة السوري. عندي كوباية من الزبادي، ربع كوباية من المية، حوالي نص كوباية من الطحينة. تمام، معلقة كبيرة من الخل، رشة ملح، وهنضربهم كويس كلهم مع بعض في كب أو في الخلاط أو بالهاند بلندر أو بإيدك. الموضوع سهل وبسيط خالص خالص. تمام، بس هنضربها كده. طبعا اخواننا السوريين بيحطوا على الطحينة زبادي او لبن، تمام، او اللي هو الحليب السائل يعني، فطعمها بجد تحفة قوي قوي بالزبادي. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بس كده هجيب العيش الجميل، العيش الشامي. احنا بنقول عليه كده في مصر، احنا بنعمله العيش ده واسمه العيش الشامي، وانا عملت لكم فيديو ليه قبل كده مرتين، بجد يعني فيديو ناجح والطريقة ناجحة والوصفة يعني كانت مظبوطة بكل مقاديرها وطريقة التسوية. ان شاء الله هسيب لكم الوصف، لا هسيب لكم اللينك في الوصف، تمام، في صندوق الوصف ان شاء الله. بس كده فتحنا السندوتشات بتاعتنا وحطينا الطعمية، وبعد كده حطينا السلطة وحطينا فوقيها الطحينة. بجد تحفة قوي قوي، طعمها لذيذ جدا جدا. زي ما قلت لكم مش بس هي فطار، انا بعملها احيانا غدا. تمام، يعني كده بنبقى زهقانين من الاكل وعاوزين نغير، هقوم يلا بينا كده. انا بكره ناويه اعمل غدا الطعميه السوري، وبجد يعني الولاد بيبقوا مبسوطين بيها جدا جدا، وكلنا بنبقى مبسوطين، وطعمها حلو جدا وخفيفه قوي زي ما قلت لكم على القولون والمعده، مفيش منها اي شكاوى، بجد تحفه وخفيفه قوي. بس كده شايفين السندوتشات وجمالها؟ بجد حاجه كده تحفه. جربوها ان شاء الله تعجبكم. لو الفكره دي يعني او محد لسه ما جربهاش، لا جربوها وان شاء الله تعجبكم فعلا يعني. بس وادي السندوتشات، وممكن تاخديها يعني كفطار وكمان غدا في اي وقت في اي مكان يعني بصراحة. تمام، بس كده يا رب ان شاء الله فيديو النهاردة يكون عجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير في وصفة جديدة، وصفة طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.